مساء الخير يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى الكل يكون بخير وتمام وبصحة وسلامة. العيد اهو جاي علينا، عيد الاضحى، كل سنة وانتم طيبين. انا راكب الهارلي ديفيدسون ومحاميحه راكب الجيكسر. يا جماعة انا راجع من مصر بقالي من يوم مايو 10. احنا هنا في امريكا بنقول الشهر الاول، بعد كده نقول اسمه ده اليوم، فمايو 10. يا جماعة الكروز كنترول ده متعة. بصوا انا سايب ايدي خالص، متعة جدا الكروز كنترول. كنت عايز اكلمكم يا جماعة في بعض المواضيع. انا حاطط التليفون قدامي اهو عشان افتكر يعني. فالمواضيع اللي انا هكلمكم فيها يا جماعة هي الواحد لما بيجي ينزل مصر بيبقى فيه شوية حاجات كده عجيبة. زي مثلا مرة رحت مع خطيبتي مكان اسمه بيت ورد. فبيت ورد ده كان فيه كنبة، فعادي كنا رايحين نقعد على الكنبة او قعدنا تقريبا على الكنبة. فالويتر كان بيقول لي لا ما ينفعش الكابلز يقعدوا على الكنبة. وايه يا عم اللي ما ينفعش الكابلز يقعدوا على الكنبة ده يا عم؟ ليه يا عم؟ ليه يا عم ممنوع الكابلز يقعدوا على الكنبة يا عم؟ هيحصل ايه لما نقعد على الكنبة يا عم؟ بيبقى في دماغهم بقى اللي هو احنا قرايل، كلام كده عجيب بقى وحوارات. وفي مثلا برضو نفس المكان بيت ورد ده، انا يا جماعة اتعقدت. يقول لك الحتة دي سموكينج والحتة دي نون سموكينج. ايه بقى الحتة دي سموكينج والحتة دي نون سموكينج؟ في حتة اللي هي نفس الحتة بالظبط، بس ايه، نصيحة يا جماعة في السواقات الموتوسيكلات، ما تخلوش عربية دايما كده جنبكم، فاهمين؟ يعني خلوكم مفيش عربيات جنبكم لا يمين ولا شمال. ايه بقى الفرق بين الحتة اللي سموكينج والحتة اللي نون سموكينج؟ الحتة اللي سموكينج هي نفس المكان. محاميحه معايا، انا نسيت محاميحه اصلا. تجيلي انا محاميحه، تعالى يا اسطى، تعالى يا اسطى، الشارع فاضي يا اسطى، تعالى عايزين نصورك يا اسطى، تعالى يا اسطى. ايه الحلاوه دي يا اسطى؟ بس هي الحته يقول لك الحته دي سموكينج والحته دي نون سموكينج، وهي اصلا نفس الحته. يعني الدخان جاي لك من اللي هي السموكينج جاي لك عندك، فاهم؟ يقول لك لا الحته هي محاميحه الشقاوه دي يا اسطى. فرمل يا برو، فرمل يا برو، فرمل يا برو، يا برو. محاميهم يسخنا، الكلام ده مش حلو. ودي يا محاميهم، انا في ظهرك يا اسطى. ايه تاني يا جماعه؟ وانتوا سايقين العربيه شايفين الدنيا هنا، الدنيا ذوق والناس بتوسع لبعض، ادي اشاره ده يستناني كده يعني، فاهمين؟ في مصر بقى تدي اشاره، مفيش حاجه اسمها ذوق. الذوق ده منعدم. انا اسف يا جماعه بجد، انا اسف، بس يعني مفيش ذوق، في انعدام الذوق. السواق من الزحمه وكده محاميحه هيخلينا ناخد مخالفه. ودي يا محامي. وبتبقى برضه بتفرق في المناطق، يعني مثلا في جاردينيا مثلا او منطقه اللي هي يعني كومباوند هيبقى في ذوق، الناس هتبقى استنى بعض شويه، في شويه ناس كده شويه ناس كده، يعني بتبقى برضه فرق اللي هو بين ايجيبت ومصر. الدنيا الناس في مصر يعني جسر السويس مثلا، وما بالكم والجيزه. لو رحتوا الجيزه وحشه قوي يا جماعه، يعني كانت مقرفه جدا. محاميحه عمال يتشاقى وكده، مش حلوه محمى. انا عايز اقول له على الفورميشن يا جماعه، عايز افهمه حوار الفورميشن، ان هو يبقى في حد على الشمال وحد على اليمين. عشان ايه؟ برضه بيت ورد، انا المكان ده استقصدوني قوي. بيت ورد ده
حصل فيه حوار تاني برضو. انا طلبت هناك ايه في بيت ورد يا جماعة؟ انا طلبت صدق مش فاكر هو كان سمودي ولا لا. طلبت ليمون جوس اللي هو عصير ليمون يعني عادي. المهم طلبت عصير ليمون، قاموا جابولي سمودي. طب يا جدعان انا افرض زوري بيوجعني يا محاميها واحدة يا محامي. بس فطلبت ليمون جوز جابولي سمودي يا جدعان. مش كده مش كده. فقلت له المفروض الطبيعي اللي يحصل يعمل ايه؟ ان هم ياخدوا اللي هو البتاع اللي جابولي الغلط ده ويعملوا لي واحد غيره. لا ده خدوه مش عارف قلبوه ولا حاجه. اهو عصير ليمون. عصير ليمون؟ انت جايب لي سمودي وبعد كده راح تقلبهولي وتدوني على انه عصير ليمون؟ ايه يا عم في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ده عصير ليمون يا عم. عصر لك ليمونتين وارمي البتاع ده ولا اي حد يشربه ولا يعني حاجات كده بتبقى مستفزه. بصوا يا جماعه هنا الطيارات، ده مطار فيه طيارات. الطيارات دي بتاعت ناس وده محاميحه. محاميحه عامل شغل عالي قوي. وفي حاجه جديده بقى دلوقتي مع الظروف الاقتصاديه السيئه في مصر. دلوقتي الشحاتين بقوا ايه، مثلا تديهم مثلا 20 جنيه اي حاجه. ده حتى في واحد مره اديته 50 جنيه يقول كنت مش عارف باكل في الدهان او حاجه فمش عاجباه، بيقول لي 50 بس او حاجه زي كده. اللي هو في ايه يا عم؟ وانا عشان باكل في الدهان يعني خلاص بقيت ملياردير؟ كان سايس او حاجه زي كده مش فاكر. وحاجه تانية يا جماعه كمان، الشعب المصري شعب متدين بطبعه، شعب جميل. طب فين بقى الشعب المتدين بطبعه ده وقاعدين يضايقوا في البنات ويرازوهم؟ طبعا عشان الموضوع ده يتحل المفروض يبقى القانون رادع زي الامارات كده. اي حد يترعب ان هو يضايق حد في الامارات لان بيتعامل معاهم الجلاشه. اي حد هيضايق حد في الامارات بيتعامل معاه الجلاشه. فبيحترموا نفسهم عشان القانون رادع، القانون قوي. احنا عندنا في مصر بقى محتاجين يشدوا حيلهم شويه. محتاجين بس ايه، الناس تحترم نفسها شويه ويحترموا البنات ما يضايقهمش يعني. كنت عايز ادخل نت في البيت عندي، شقه باسم والدي. مفروض عايز تدخل نت يا عم، انت جاي تدينا فلوس وانا اديك خدمه قدام الحوار ده. ايه علاقه بقى ان النت ليه علاقه بالقوانين؟ يعني مش المفروض ان هم يقولوا لي لا الشقه باسم والدك ومش عارف تعمل؟ تعالى نخش يمين يا محاميحو. محاميحو هيسبلي اصلا. زنقتك يا اسطى. خش قدام الزرقاء. خش فيا جماعه حوار النت ده غلسوا عليا وقعدوا يقولوا لي خلي باباك يعمل لك عقد ايجار ومش عارف ايه وحوارات كده. فروحت الاورنج وظبطوا لي الحوار ده. دي كانت شركه وي يا جماعه. وي دي شركه جميله يعني، اوعوا تشتركوا معاها. يعني هنا مثلا في امريكا حوار الانترنت ده انا بخش اونلاين اصلا بشترك، يعني مش محتاجه بقى حوارات وكده. تعمل ايه يا محمح؟ خش يا عم. هسيبها تقع.
ايه يا اسطى؟ لأول مرة. هو تمام؟ كتير انا عارف بس حلو. النيوترال غلس هنا. ايوه بس حاسب رجلك، حاسب رجلك، حاسب رجلك. يا تيتي حلو فشخ. حلو يا اسطى. بص هقول لك على حاجات. قول بقى. ليه القلب ده؟ يا جماعه امريكا هنا الدنيا، بصوا الهدوء، هدوء غير طبيعي. بصوا الشوارع فاضيه. محمد اهدى يا حبيبي، السرعه هنا 30. يا جماعه امريكا دي ظريفه خالص، الدنيا هاديه وكل حاجه منظمه والذوق والاحترام كله. هو دايما يا جماعه كده. حتى ابص المطار منظره عامل ازاي بقى بالليل، منظره فشيخ يا جماعه. انا مؤخرا بقيت احب الطيارات. بص منظر المطار مع الغروب، يا الواحد لو عنده طيارته الخاصه هنا يخش يلعب بيها بقى. منظر الغروب جميل يا جماعه. تقريبا دي 5 مرة اقول لكم كده. النهارده محمد يا جماعه ما كانش عنده خوذه وكان عايز يطلع بالبايك. البايكات دي لو انتوا فاكرين يعني ان انا كنت جايبهم عشان بتاجر فيهم يعني الشغل. فانا قلت له لا يا باشا مش هتطلع من غير خوذه، هجيب خوذه اجباري. قلت له دي ب$100. قلت له انها ب$100 بس هو راح لبس في $300 يا جماعه. احنا اسفين يا محمد، لبستك في $300 يا صاحبي. بس يا جماعه انا ما عنديش حاجه اقولها لكم تاني، وبكده اقول لكم شكرا لمشاهده الفيديو وسلام.